السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد. رمضان داخل علينا وكلنا عارفين يعني ايه رمضان، يعني مصروف بيجري وأسعار بتعلى، واحنا عايزين ناكل كويس وفي نفس الوقت نوفر وما نكسرش الميزانية. عشان كده بدل ما نفضل نفكر كل يوم احنا هنطبخ ايه ونصرف قد ايه، قلت هعمل شوية تفريزات كده من بدري واظبط بيهم الدنيا، بس تفريزات على قد الجيب. ابطال التوفير بالنسبه لي النهارده هي الكرنب والكرنبيت او القرنبيط زي ما بتسموه، دي ابطال التوفير عندي. حاجات بسيطة بس رخيصة، موجودة بصراحة بتنقذ أيام كتير جدا في رمضان وكمان غير رمضان. الكرنبيتة دي أنا كنت جايباها ب20 جنيه، وكمان جبت الكرومبة الجميلة الكبيرة دي ما شاء الله كانت ب25 جنيه، وكانت كبيرة. طبعا هو كان عايز أكتر من 25 بس أنا فصلت معاه. أنا جبتها ب25 وجبت كمان الكرنبيتة ب20، يبقى كده كله على بعضه 45، أقل من 50 جنيه هعمل بيهم تفريزات تنفع معايا أيام كتير في رمضان وغير رمضان إن شاء الله. الكرنبيت من الحاجات بصراحة اللي باعتبرها إن هي بتنقذ جدًا، لإن هو وصفته كتير، ممكن تعمليه مقلي، ممكن تعمليه في الفرن، ممكن تعمليه بالبشاميل، حتى لو مع شوية طماطم وشوية بصل هيعمل لِك طبق خضار تحفة. فأكل بسيط بس بيفرّح وبيشبع وبيدفّي البيت كله. فالكرنبيت أنا باجيبه كده وبابدأ إن أنا أقطّعه وردات كده، بس الوردات تكون كبيرة شوية عشان لمّا أسلقه ما يتهريش مني. حتى الوردات الصغيرة اللي بتطلع منه دي أنا مش هارميها، أنا هاخدها وأعمل بيها أحلى مخلل، مع برضو الحاجات اللي هتطلع من الكرنب. ماشي، هنعمل دلوقتي برضو برطمان مخلل الكرنب وكرنبيت كده مع بعض، بس تابعوني إن شاء الله لآخر الفيديو. ده بعد ما قطعته أنا هنا بقى هاجيب الكرنبيتة بتاعتي، وهابدأ إن أنا أشيل الجذع اللي بيبقى في النُص. هي ما شاء الله كانت كبيرة، الورق بتاعها كان كبير أوي، اللي برّه اللي ناشف ده أنا باشيله خالص، لكن الورق الأخضر اللي بعد منه أنا مش بارميه خالص، أنا باخده وهاسلقه الورق اللي حضراتكم شايفينه اللي أنا باشيله ده، وهابدأ كده إن أنا أشيل الجذع اللي في النُص، هاعمل دايرة حوالين الجذع، وهابدأ إن أنا أشيل الجذع اللي في النُص ده كله بالقلب بتاعه، لإن هو ده اللي أنا هاعمله مخلل. هابدأ إن أنا كده أقورها كده بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ ان انا اشيل الجذع ده كله علشان هو ده اللي هيتعمل بيه احلى مخلل. طلعتها، هو ده الجذع بقى، هشيل الحته الناشفه دي هرميها وابدا ان انا اقطعه دلوقتي. جيت بقى على البوتاجاز وحطيت حلتين، بس انا بختار ان انا احط الحله تكون كبيره. طبعا الكرنبيته انا بعد ما قطعتها وردت انا هسلقها كلها مره واحده. بحط في الميه ايه، بحط فيها معلقه كمون بس، سواء في ميه الكرنبيت او في ميه الكرنب، مش بضيف اي حاجه تانية خالص غير هي معلقه الكرنب، علشان طبعا هي لازم تحطي معلقه كرنب عشان ريحه الكرنب والكرنبيت، معلقه كمون عشان الريحه، وعشان كمان بيدي طعم حلو جدا وبيفرق جدا معاكي في الاكل. بدأت كده ان انا احط الوردات كلها، نزلتها كلها في الميه بعد ما غليت الميه. طبعا الكرنبيت من الحاجات اللي عامله زي السفنج، يعني ما تسيبهاش كتير قوي على النار علشان ما يتهريش منك، هي يا دوب غلوتين وهطلعه. ليه؟ لان انا هفرزه في الفريزر وهو لسه هيكمل سوا كمان في الفريزر، هتلاقيه يعني بيطرى شويه كمان في الفريزر معاكي. حطيت كده الوردات بتاعتي كلها وهسيبه بقى يغلي غلوتين، وفي نفس الوقت برضو هابدأ ان انا اسلق الورق الاخضر اللي كان بره بتاع الكرنبة في المية برضو بعد ما غليت، وحطيت لها معلقة من الكمون، وهاسيبها برضو يا دوب دقيقتين واطلع على طول، دقيقتين واطلع. طبعا هنا انا كنت بقلب الكرنبيت، هو يا دوب اول ما غلى دقيقتين كده رحت على طول قلباه، بس يغلي كمان غلوتين وخلاص. هبدأ كده ان انا اشيله واصفيه واطلعه على ميه ساقعه على طول علشان اوقف السوا بتاعه، لان انا مش عايزاه خالص خالص يبقى مهري مني، عايزاه يكون سليم، عشان انا عايزه لو انا عايزه اقلي منه يفضل بحاله ما يكونش متكسر. بدأت كده ان انا اسلق بقى الكرنب الاول، الورق الاخضر بتاع الكرنب، وبعدين هابدأ بقى اسلق الكرنبة كلها في الاخر مع بعضها. قلت بقى وانا واقفه كده مستنيه الكرنبيت عم ما اطلعه، قلت بقى هعمل المخلل. جبت الجذع الكبير ده، بدات ان انا اقطع نصه اللي تحت خالص، مش عايزاه الحته الناشفه الكبيره دي، مش عايزاها، والنص اللي فوق ده هبدا كده ان انا اقطعه حتت صغيره، هتلاقيه طري معاكي مش هتلاقيه ناشف. الحته الناشفه الجامده احنا مش هناخدها. هبدا كده اقطعه عشان هو ده اللي هحطه مع الوردات بتاعت الكرنبيت اللي في البوله اللي قدام حضراتكم دي، عشان هما الاتنين كده مع بعض هعملهم مخلل ان شاء الله. طبعا انا كنت بعمله في نفس الوقت اللي انا بعمل فيه المخلل، هو الوقت اللي انا كنت بسلق فيه الكرنبيطه. هنا بقى كنت خلاص سلقت معظمها، سلقت معظم الكرنبيطه والكرنبه كمان. الكرنبه والكرنبيطه خلاص كنت طلعتها وصفيتها كمان من الميه بتاعتها.
هنا بقى كنت خلاص سلقت خلاص معظمها، وبعدين هي كانت حجمها صغير خالص الكرنبة، فقلت بقى انا هحطها كلها في المية، بس للاسف برضو حسيت ان الحلة حجمها كان اصغر منها شوية، هي كانت كبير ما شاء الله. فبدأت كده ان انا اقلبها شمال ويمين. اول ما بتحطيها اصلا الورق بتاعها خلاص من السخونية يبدأ ينزل منها، بيبدأ الورق ينزل منها. هنا بقى الكرنبيت خلاص كان بوريكم هو طالع بعد ما اتسلق هو قد ايه ان هو ماسك نفسه مش مهري خالص. بس لازم الكرنبيته ما تقعديهاش كتير على النار. وحضرت كمان البوله الصغيره دي، وهي دي اللي انا هعملها مخلل، فكله كنت بعمله في نفس الوقت. هنا بقى الورق بتاع الكرنبيت الكرنب، ابدا كده ان انا اقطعه واحاول ان انا اسويه على قد ما اقدر. بس الاول ببدا ان انا اشيل الجذع اللي هو الناشف ده من الورقه، وبعدين ابدا ان انا اقطعه بقى مربعات مستطيلات، ممكن تلفيه كده وتعمليه رول وتقطعي كده، وكل ما تيجي تحشي تعملي رولات. وده كان طلع كميه ما شاء الله، ما شاء الله كميه كويسه جدا معايا زي ما حضراتكم شايفين. هو عشان كده بقول لكم هو من الحاجات اللي بتوفر جدا، يعني ما شاء الله الكرومبه دي ممكن تتعمل على مرتين. كل مره هيتعمل مثلا معاها كوسه، هيتعمل معاها فلفل، يتعمل معاها حاجه ممكن كمان تتعمل لوحدها. التفريز بالنسبه لي ما هوش رفاهيه ابدا، لا التفريز بصراحه بينجزني، بحس بيه ان الدنيا منظمه. يعني لو يوم مرهقه مش قادره اقف في المطبخ هفتح الفريزر هلاقي الدنيا جاهزه عندي. بدات كده ان انا افرز الكرنبيت، اخد منه الوردات الكبيره احطها في كيسه، وابدا ان انا افرغ الهواء على قد ما اقدر من الكيس. واللي باقي هحطه في علبه عشان عارفه ان انا ممكن اقليه او اطبخه يعني الاسبوع ده. فانا قسمتها كده على 3. طبعا الوردات الكبيره دي بتتقسم لوردات صغيره، فممكن تعمل لك طبق ما شاء الله مليان. وكمان انا بحب استخدمه، ممكن يستخدم كطبق جانبي بيبقى حلو جدا. ده بالنسبه للكرنبيت. الكرنب برضو زي ما حضراتكم شايفين قطعته وظبطته برضو بالطريقه دي، وهبدا كده ان انا افرزه برضو في اكياس، لان هو لما بيتفرز في اكياس بيكون احسن. بحط بقى كل الورق كده زي ما حضراتكم شايفين. الورق الاخضر ممكن تعملي مثلا كيس فيه ورق اخضر وورق الابيض مع بعض، يبقى الكيس ده مثلا طبخه، الكيس التاني ممكن يكون يوم تاني. بالطريقه دي لحد ما تظبطيه. هو عامل معايا ما شاء الله كيسين مليانين، وكمان في كيس فيه كام واحده كده، فعامل معايا كميه كويسه جدا، لان هو كرنبيت ان شاء الله الكرنب ما شاء الله كان حجمه كويس. بعد كده بقى هبدا ان انا اعمل المخلل بتاعي. الجزء في الورق اللي هو الابيض بتاع الكرنب، الجذع الجذع ده ببدأ ان انا اقطعه بتاع الورق الابيض ده اللي هو الناشف ده. وكمان ببدأ ان انا احط وردات القرنبيط الصغيرة على الورق بتاع الكرنب كله على بعضه كده، وابدأ ان انا اعمل بيه برطمان مخلل حلو جدا. لو عندك جزر وحطيتي جزر مبشور عليه هيبقى تحفة جدا. الناس اللي كانت متابعاني من ايام القناة القديمة، فهو انا كنت عملته برضو اكتر من مرة معاكم في القناة. الناس الجديده معايا هو من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي هتوفر معاكي خالص. هتعملي برطمان مخلل قد كده من الوردات الصغيره بتاعه الكرنبيت وكمان ورق الكرنب. وبصراحه بيبقى مخلل تحفه جدا. عندك بنجر ممكن تحطي ورقه صغيره منه. جبت البرطمان بتاعي وبدات كده ان انا اعقمه بالخل، شويه خل كده وتبداي تعقميه بيه. وبعدين تبداي تحطي كله على بعضه، وتحطي بقى الميه، كل مج كبير من الميه عليه معلقه كبيره من الملح، وتحطي كمان معلقه من الشطه الحمراء. انا ما كانش عندي بنجر، ما عنديش حاجه تديله لون، فحطيت له معلقه كبيره من الشطه الحمراء. وبدات كده ان انا احط له ميه المخلل، وكده عملت برطمان مخلل. ودي كانت الكميه اللي طلعت معايا ما شاء الله، كميه حلوه جدا. طلعت كرنب وكرنبيت، وكمان عملت برطمان من المخلل ينفع كمان اكل منه يعني هو كان مسافه يومين 3 تاكلي منه عادي خالص. يعني ينفع لشهر شعبان، وينفع ممكن تشيلي رمضان زي ما انت عايزه. ودي كانت الكميه اللي طلعت معايا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، ولو كان عجبك الفيديو واستفدتي منه ولو بمعلومه واحده، اتمنى انك تنورني بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك